هو احنا ليه ولادنا عارفين سندريلا وعارفين فروزن وابو رجل مسلوخه وام رجل مسلوخه والكلام دوت، وما يعرفوش حاجه عن التاريخ والحضاره بتاعتنا؟ الموضوع ده بلمسه اكتر في شغلي على الارض. يعني اكتشفت ان احنا ما بنحاولش نحكي. طب احنا ما بنحاولش نحكي ليه؟ انا بتكلم دلوقتي مش محمود المرشد ولا محمود المترجم ولا محمود حتى اللي بيحب التاريخ. احنا ما بنحاولش نحكي علشان خاطر الغالبيه العظمى منا متخيل ان التاريخ دوت حاجات مجعلظه، متخيل ان التاريخ دوت ارقام وسنين واسامي شخصيات. تمام، ده حلو جدا، بس في جزء تاني، في جزء مرتبط بالحضاره، ودوت اللي انا مهتم بيه اكتر. الحضاره بتاعتنا، الحضاره المصريه بتاعتنا فيها اسامي كده هوت مش مفهومه. ممكن يكون في جزء من الناس لو هو مش في المجال او مش متخصص ما سمعش عنها قبل كده، عدت عليه الكلمه بس ما وقفش عنها. ربنا يخليك استاذ يسري. بس ما وقفش عندها، فكلمات تخض. زي النهارده اول بوست اللي انا عملته مثلا النهارده، لو ركزتوا اكتر في شكل التصميم بتاع انا قاعد بشرح لك انت، وده المقصود. دي اول جزء في المبادره. المبادره عباره عن كده، لعبه هلعبها انا ومراتي وابني او بنتي اللي فاضي فينا طبعا. ويعني وقتنا مفيش اغلى من ولادنا اللي احنا يعني ايه نضيعه عليهم زي ما بيقولوا. انا بتعامل اللي انا في حواديت كتير مرتبطه بالحضاره المصريه القديمه وبالتاريخ المصري القديم. الناس العاديه مش المتخصصين مش اللي شغالين ما يعرفوش عنها حاجه. فبالتالي انا بعمل ايه؟ المبادره بتبقى كالتالي. الحدوته الكبيره انا بشرحها الاول للاب والام بشكل مبسط بنفس الطريقه وبنفس طريقه الحكي اللي هنشرحها لاولادنا. مش بتكلم في مصطلحات كبيره، مش بتكلم في، بس انا بحافظ على الخط العام للحدوته. بشرحها لكم انتوا الاول، بكلمكم يعني زي مثلا النهارده اول بوست عملته في المبادره كان عن الماعت وعنخ. ماعت وعنخ انا مش هقعد اقول ده نظام والترجم غلط واليونان ترجموه ازاي وفي الترجمات شكله عامل ازاي، والماعت دوت مش حاجه واحده بس، ده نظام، ده عدل، ده حب، ده خير، ده سيستم. ده انا مش هدخل الطفل في الموضوع ده كله. والعنخ والملك بيعطي الحياه، بيهب الحياه، وهنخش في ديلما مش بتاعه طفل صغير. انا عايز الطفل لما انت تاخده يوم اجازته وتوديه المتحف المصري الكبير، او تاخده في اجازه الشتاء وتوديه الاقصر او اسوان، او حتى وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون وجي قدامه برنامج وثائقي او دوكيومنتري يعني، او جات قدامه رسمه بشكل معين ريليتد بالحضاره المصريه بتاعتنا، يبقى عارفها، يبقى فاهمها، يبقى فاهم، مش بس يبقى حافظ الاسم. الشطاره مش في ان ابني يبقى عارف ماعت، الشطاره مش في ابني يبقى عارف عنخ، الشطاره مش في ابني يبقى عارف خبر ورع او شكل الخنفسه ده، الشطاره مش في ابني يبقى بس حافظ رمسيس 2 وحافظ احمس وحافظ سكن الرع. مش هي دي الشطاره. الشطاره يبقى فاهم، الشطاره يبقى فاهم المصري القديم كان يقصد ايه بالماعت، المصري القديم كان يقصد ايه بالعنخ. مش بس كده، ان هو يطبقها في حياته، يطبقها في حياته. فلا بعد اللايف النهارده اتمنى ان الناس ترجع تقرا البوست تاني. البوست دوت موجه للاب والام. انا بجيبك بقول لك فضي لي من وقتك، وانا مش عامله فيديو، انا عامله بوست. انا عارف احنا قد ايه مشغولين والضغوط بتاعت الحياه وكده، اقراه بس بتركيز شويه. ممكن تمسك ورقه وقلم وتطلع منه الافكار الكبيره. الافكار الكبيره، بلدنا الحضاره المصريه القديمه او المصري القديم شكل حياته كانت عامله ازاي، في تاريخ وفي حضاره. احنا مهتمين اكتر بالحضاره، بعد كده التاريخ. انا يعني مهمتي او اللي انا بحلم بيه ان ولادنا يبقوا فاهمين فكره الحضاره المصريه القديمه، مش هنبقى قلقانين عليهم بعدين. انا دلوقتي كاني بشرح لك كاننا قاعدين في فصل. انا بقول لك ان المصري القديم كانت حياته او الطريقه اللي هو عايش بيها قايمه على شويه حاجات. قايمه على ايه؟ قايمه على شمس، نيل، لانه فلاح بيزرع عشان خاطر ياكل، ففي خوف طول الوقت ان لو حصل اي خلل في الموضوع دوت مش هيلاقي ياكل، فحياته هتبوظ. فكان اهم حاجتين عند المصري القديم فكره النظام، ان هو كل يوم الشمس بتطلع في ميعادها، الشمس النيل بيجري ففي ميه فبنقدر بنزرع في وقت معين، بنحصد، بناكل، فبنعيش. هو ده الماعت وعنخ. هو ده بس اللي انا عايز ابني او بنتي يفهموه. انا مش عايز اكتر من كده،
انا مش عايز اكتر من كده، انه يفهم ان احنا كنا او ان احنا عايشين ازاي في حاجه اسمها نظام، وان احنا من مصلحتنا ان النظام ده طول الوقت يفضل موجود. فالحاجه اللي اسمها نظام دي اسمها ماعد. المصري القديم لما جه يرسمها او لما جه يتكلم عنها قال ان اسمها ماعد. وكان مش بس فكره ان هو عارف ان في نظام، كان طول الوقت بيفكر وطول الوقت بيدور على مين هيخلي النظام ده يكمل. مين هيخلي النظام ده يكمل؟ ده العنخ، مفتاح الحياه. احنا بنقول مفتاح الحياه، بس انت ابنك لو شاف الرسمه وقال لك يعني ايه، هي مش رسمه، هي معنى. طب معناها عامل ازاي؟ انا مش هينفع اقول له معاني كبيره، مش هينفع اقول له معاني متخصصه، هو ما بيدرسش، انا عايز اعلمه الموضوع. فانا يهمني في البوست الاولاني كل مره هنزل لكم فيه حاجه جديده، اللي انت نفسك تبقى فاهم. انت كده فهمت ماعد يعني نظام، عنخ يعني ازاي النظام ده يكمل. وابدا اكلم ابني، يعني ابدا بقى احكي لابني الموضوع ده بالطريقه اللي انا فهمتها. انا مش عايز منك اكتر من كده. وبعد كده ابدا اخد وادي مع ابني في الكلام، ابدا اخد وادي مع ابني في الكلام. الموضوع ده يا حبيبي اسمه ماعد، فهو يقول لي يعني ايه ماعد، اقول له يعني نظام، فهو يقول لي يعني ايه نظام، فاقول له يعني نستنى دورنا، ما نضايقش حد، لما نلعب كلنا مع بعض، نقول للناس اللي بنحبهم ان احنا بنحبهم، نحب بلدنا، نساعد بابا، نساعد ماما، نحب اخواتنا، نساعد اخواتنا، نحب الناس، ما نتريقش على حد، ما ناخدش حاجه بتاعتنا. فيبدا يستوعب شويه، ايه ده، هي دي اسمها ماعد؟ هي اسمها ماعد، احنا عندنا في الحضاره بتاعتنا في بلدنا اسمها ماعد. طب ايه عنخ؟ دي كلمه معقده جدا. فانا ببدا اقول له انا كل يوم بصحيك من النوم، بتقوم بتخش التويلت، بتفطر، بتلبس، بتروح المدرسه، بتاخد حاجات حلوه في المدرسه، وبترجع من المدرسه لو هتروح تمرين او هتاكل، وفي جزء بتعمل فيه الدفوار او بتعمل فيه الواجب بتاعك، ساعات بيبقى صعب وساعات بيبقى سهل. بتروح تاني يوم لو عندك امتحان او لو عندك مسابقه او لو عندك اي حاجه، ممكن تكسب المره دي وممكن ما تكسبش. لو ما كسبتش ما تتضايقش، احنا هنشتغل على نفسنا تاني وهنكمل. اللي انا حكيته لك ده كله يا حبيبي اسمه عنخ، اللي احنا بنكمل الدنيا وبنكمل الحياه. ببدا اعيد وازيد، ما ازهقش، انا ما عنديش اغلى منه، ووقتي اكيد مش اغلى من ابني. ببدا اعيد وازيد معاه لغايه لما بتوصل احس، وكل واحد ادرى باولاده، احس ان المعلومتين دولت وصلوا له. ابدا بعد كده اساله، ها يا حبيبي انت النهارده عملت حاجه ماعد؟ لو جاوبك ها يا حبيبي انت النهارده عملت حاجه عنخ، لو بدا يجاوب في اللحظه دي دوره هو بقى. ابدا امسك التليفون وافتح الكاميرا واطلب منه حاجه بسيطه جدا. قول له يلا يا حبيبي احنا النهارده ممكن هنصور فيديو كويس عشان خاطر بعد كده هينزل وهنتفرج عليه واصحابك هيشوفوه ويقولوا ان انت شاطر، وقول ان انت النهارده اتعلمت حاجه جديده بابا علمها لك او ماما علمتها لك. انا بقول لك سيناريو مش شرط، ده مش قرآن. بابا او ماما علمتها لي وبتاع دوت. اشكركم جدا، في ناس كتيره بتبعت لي كمان على الواتساب وعلى الفيسبوك واحنا بنتكلم وبتاع، انا مبسوط يعني. فانا هبدا اقول له بقى يلا انا هفتح الكاميرا دلوقتي وهصورك علشان دوت الفيديو دوت هينزل، انت كويس جدا ومتعلم حاجه كويسه علمها لاصحابك، وعايزك تقول انت اتعلمت مني النهارده ايه. هو هيبدا يتكلم، هيقول انا النهارده اتعلمت كلمه جديده اسمها ماعد. ماعد يعني ايه؟ يعني بقف في الدور، بقف في الطابور، بذاكر كويس، مش بضحك على حد، مش باخد حاجه مش بتاعتي، الكلام ده كله. بس انا محتاج وتقفل وتبعتهولي، بتقفله وبتبعتولي. انا كل اللي انا بعمله او كل اللي في دماغي عامل ايه، انا مثلا لما بدات بفيديو بنت دهب ونزلته، ولاد اصحابي شافوا الفيديو، شافوا ان في بنت صغيره قدهم بتقول حاجات هم حابينها وحاجات على قد دماغهم وبتاع، الله ده حلو قوي، انا كمان عايز اعمل ده يا عمو. ابن اخويا بدا يقول انا كمان عايز اقول حاجه جديده. بنت حد صاحبي، ابن حد صاحبي. هو ده كل اللي انا عايزه. الفكره ديت انت هتلاقي من غير ما تقصد اللي احنا في فتره قليله جدا الموضوع معدي يا جماعه، الموضوع معدي. الطفل ابنك الكبير شويه لما يعمل فيديو زي دوت وينزل والناس تتفرج عليه وبيقول كلام كويس جدا، رقم واحد اصحابه هيبداوا خلينا نقول ان هم يغيروا، اللي هي الغيره الكويسه، احنا كمان عايزين نعمل دوت، وهيبداوا. ممكن تعمل الفيديو باي شكل،
انا النهارده عملت معهد اني ساعدت ماما ودخلت الاطباق المطبخ، انا اللي رصيت السفره، انا النهارده ساعدت بابا ورحت جبت له حاجه كان محتاجها من اوضه المكتب، انا النهارده ساعدت المدرس بتاعي في ان هو عمل كذا، انا النهارده شفت حد كان محتاج يعدي الشارع وعديته، انا عملت معهد. انا كل يوم بذاكر، انا بحب المدرسه، انا بحب الماده الفلانيه، انا الماده الفلانيه ممكن اكون مش يعني ما حاسس ان هي صعبه شويه، بس انا هفضل اشتغل وهكمل عشان عارف ان انا هبقى فيها كويس، وهو ده اسمه العنق. دي فكره. فنرجع تاني عشان ما توهكمش معايا. فكره المبادره ان بيبقى اول بوست بيبقى ليك انت كأب او ليكي انت كأم اللي فاضي يتفرج عليه يستوعب الفكره. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنبدا نحكي اللي احنا فهمناه، اللي احنا فهمناه لاولادنا، ونعيد ونزيد، وبعد كده نبدا نطرح عليهم اسئله. من خلال الاسئله دي كل واحد عارف ابنه، زي ما بيقولوا كده كل واحد اضرب عيله. من خلال الاسئله ديت هنبدا نشوف اذا كان الولد فهم او ما فهمش، اذا كانت البنت فهمت ولا ما فهمتش. فهمت كويس جدا بنبدا نصور بتبعتوا لي، وبعد كده انا ببدا اشتغل ازاي. انتوا هتشوفوا في فيديوهات كتيره هتنزل الفتره الجايه بتاعت ولاد كتير، منهم بنتي دهب ومنهم سليم ابن اخويا ومنهم ناس كتيره جدا ولاد اصحابنا وناس كتيره مهتمه حتى مفيش معرفه شخصيه بس يهتموا بالمبادره وكده. هتنزل انا بعمل ايه؟ باخد الفيديو، مش كل الفيديوهات طبعا هتتاخد، بس الفيديوهات اللي هي بتبقى محققه تفاعل بشكل معين، متقاله احسن، في ناس بتخش عليها اتشيرت بشكل، اللي هي الفيديوهات اللي باخدها وببدا اشتغل عليها مونتاج بشكل محترف شويه. بظبط الصوت فيها، بدخل فيها اي بدخل فيها ميوزك، بدخل فيها حاجات كتيره وبنزلها تاني على الصفحه. كده الولاد بيتشجعوا، كده الولاد بيتشجعوا. طيب مطلوب ان ابني يبقى ممثل وان هو يطلع وان هو يمثل ويلبس لا خالص. انا عايز يقول ان فهمه حتى لو 5 ثواني. انا عايز يقول ان فهمه بطريقته، انا عايز يقول اللي فهمه بطريقته، هو يطلع يقول. احنا كده مع الوقت هيبقى حرفيا ولادنا بيتكلموا حضاره وبيعيشوا حضاره وفاهمين الحضاره. لما يشوف حاجه حلوه بتحصل في الشارع هيعرف يربطها. لما هيطلع رحله مع المدرسه، المدارس دلوقتي بقت بتطلع رحلات جميله جدا للمتحف المصري الكبير او متحف التحرير او متحف الحضاره، او حتى للاكبر شويه اللي بيروحوا الاقصر واسوان والكلام دوت وبتاع. لما هيروح مش هيبقى المنظر اللي انت بتشوفه ممكن لبعض منا بيجيب له احباط، لو مش هو شاف تماثيل وشاف حجر وشاف رسومات مش مفهومه. مع بعض انا هبدا افهمكم الرسومات اللي مش مفهومه دي بتقول ايه، معناها ايه. المحتوى مش تاريخي، المحتوى مش متخصص وتخين ويخض ويضايق وكده خالص، بالعكس انا ببسط وخليني برضو اطمن الناس اللي ممكن تكون ملي بتفكر في حاجه تانية. ما انا مش ببوظ تاريخي ولا ببوظ حضارتي، وانا مش شغال لوحدي، انا معايا زمايلي ومعايا زمايلي كمان في التخصص يمكن يكونوا اعلى مني ومش يمكن اكيد اعلى مني. انا طول الوقت برجع له. انا ربنا مديني موهبه اللي انا بقدر احول الحاجه لحكايه، بقدر اكتب سكريبت، بقدر اكتب يعني. وانا كده ده شغلي اللي انا مرشد سياحي فدارس تاريخ، فباخد الحدوته او باخد الاسطوره، باخد الرمز، باخد الفكره من الحضاره اللي انا عايز اعملها وبحولها لقصه، بحولها لحكايه صغيره باسلوب تربوي كويس جدا، بحيث ان الولد او البنت يطلعوا فاهمين منه حاجه. واهم حاجه في الموضوع انه يكون يقدر يتطبق، قابل للتطبيق في حياتهم، قابل للتطبيق في حياتهم. بعد ما بخلص ده ببعته لزمايلي اللي هم علميا ويل تراستد، كمان بالنسبه لي انا ويل تراستد، وبقول له اقرا دوت وقول لي هل انا خرجت بره الموضوع عشان ما ابقاش بعلم حاجه غلط. اللي بياخد ابروفد منهم واللي بيقول لا كده تمام انت ماشي في الاطار الكبير، ببدا انزله، واللي هو اللي احنا نقدر نشتغل عليه. هنشتغل على حاجات، يعني هنشتغل على اشكال رسم مصري قديم، هنشتغل على اساطير. كان في من ضمن الحاجات اللي كانت جات لي، كان حد كان خايف شويه وقلقان شويه، يا محمود الاساطير فيها مش عارف مين كان اخو مين ومين اتجوز مين ومين قتل وقطع. انا اكيد مش بعلم ده، واكيد مش باخد ده من الاسطوره. انا يهمني في الاسطوره اللي انا افهم ابني وبنتي وولاد، يعني ولادنا وبناتنا، يعني افهمهم الكونسبت العام من الاسطوره. وفي الوقت نفسه عندي حته طمع اللي انا ممكن مع الاعاده واللي انا اخليه يعيد ويزيد، والطفل اللي هيبقى الذاكره بتاعته احسن شويه وهيقدر يحفظ او يحكي حدوته كامله لو انت حكيتها له صح، هيقدر يفهم اوزوريس، ازيس، نفتيس،
ست، الاسامي دي تخض لغايه دلوقتي بالنسبه لك، تخض، انا عارف ده كويس. بس خليني اقول لك، لان انا جربتها وجربتها مع كذا حد، خليني اقول لك ان هو بعد ما تحكي له الحكايه بالطريقه اللي انا هبعتها لك، بعد انت ما تفهمها، خليني صدقني لو خدت ونزلت بيه المتحف او الهرم، لما يشوف النقش او لما هيسمع اسم ايزيس او هيسمع اسم اوزوريس او هيسمع اسم حورس او هيسمع اسم ست او ايا من الاسامي ديت، هيبقى فاهم اوزوريس ده خير، هيبقى فاهم ايزيس دي حب، هيبقى فاهم المعنى بتاع الكلمه، المعنى بتاع الكونسبت، المبدأ. ودي اكتر حاجه انا يعني مهتم بيها. لو في حد عنده اي سؤال ممكن يبعتهولي نقعد نتكلم فيه مع بعض. طبعا اللايف انا اللي طالع بتكلم فيه، انا فاهم كل حاجه، بس انا حابب اكتر لو حد مقتنع بالفكره، حاببها، حابب فكره المبادره، عايز يسالني على حاجه هو لسه مش فاهمها، ممكن يبعت ونرد عليه دلوقتي، نفكر مع بعض بصوت عالي. فبالتالي انا مش عايز ابنك يبقى بيعرف يمثل وواخد جائزة الدولة التقديرية في التمثيل، ومش شرط على فكرة انه يكون هيحكي الحدوتة بالعربي، لان دي مش قضيتي دلوقتي. انا كل اللي بفكر فيه وكل اللي مركز فيه دلوقتي اني اعلم ولادنا وافهمهم، مش احفظهم، مبادئ كبيرة وعامة من مبادئ الحضارة المصرية القديمة. فبالتالي انا مش قضيتي دلوقتي يا عيني انا ابني ما بيعرفش يتكلم عربي مش هينفع يشترك، او بيتكلم الماني او بيتكلم فرنساوي او انجليزي. انا ده ما يهمنيش دلوقتي، او مش هي القضيه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي. انا قضيتي الاكبر ان ابني او بنتي يفهموا الحضاره بتاعت بلدهم، يفهموا الحاجات اللي بيشوفوها. مش هنبقى قلقانين عليهم، ودي اهم حاجه في الموضوع، مش هنبقى قلقانين عليهم. يعني اكيد اللي متابع شويه او اللي مهتم سمع الموضوع بتاع الافروسنتريك، واللي كان قبله الهجمه اللي كانت حاصله من بعد الدول اللي جنبنا، انتوا عرب، لا انتوا مش عرب، لا انتوا مش عارف عاملين ايه بتاع كذا. انا كنت عملت فيديو قبل كده نكش تاريخي عن الموضوع دوت، ان احنا لما بنفهم ولادنا صح، اي معلومه غلط هتجيلهم من بره احنا مش هنبقى قلقانين. وحاليا دلوقتي واللي بيحصل حوالينا، انا مش قاصد اقلب اللايف سياسه خالص، وحاليا دلوقتي واللي بيحصل حوالينا واللي بيحصل في العالم كله، لازم الناس تفهم ان نعلم ولادنا ونفهمهم اصولهم وجذورهم وحضارتهم ما بقاش رفاهيه. يعني ما بقاش رفاهيه تعليم، او ما بقاش رفاهيه حد مثقف جدا ومهتم ان ولاده يبقوا عارفين كل حاجه، ولا الكلام ده كله. اللي بيتذاع في التلفزيون، اللي بيتفرجوا عليه، الكرتون اللي بيتفرجوا عليها، الافكار اللي بتدس في النص، الحاجات اللي بتطلع في وسط الافلام، في الاعلانات، الحاجات اللي بتدس وبتتاخد حقن كده هوت في مناهج معينه في مدارس معينه وبتاع، اهم بكتير. فبالتالي انا لازم افهم ولادنا هم مين، لازم يبقوا فاهمين حضارتهم شكلها عامل ازاي. حتى لو المناهج في المدارس بقت، انا بتكلم عندنا هنا اهو، بقت مهتمه بالموضوع، بس برضو في شويه حاجات كده هوت هي على فكره زي ما بيقولوا ريد فلاج لمشاكل هتظهر بعدين لما العيال دي تكبر. وعلى فكره انا بتكلم في مدارس انترناشونال ومدارس ناشونال، مش بس مدارس ناشونال او مدارس حكومي، بالعكس بتكلم كمان في مدارس انترناشونال. انت لما تلاقي ابنك هو كل اللي عارفه عن الحضاره المصريه القديمه فرعون، هو خدها كده ويا ريته خدها في حصه عدله. كل اللي عارفه ان ست حارب عمه. الحاجات مش بتتقال بالطريقه دي وما بتتفهمش بالطريقه دي، مش هو ده اللي احنا محتاجين نعلمه لاولادنا. المبادره مش هتزيف التاريخ، المبادره مش هتجمل شكل التاريخ المصري القديم، بالعكس المبادره هتشيل التراب من على مبادئ كتير ومن على حاجات كتيره جدا ناس كتير مش عارفاها او فاهمها غلط، وهتفهمها لاولادنا. اهم حاجه في الموضوع كمان ان هي هتحولها لحدوته. طيب احنا قلنا انا هشرح لكم انتوا الاول، انتوا هتفهموا وتستوعبوا، تقعدوا مع اولادكم تحكوا لهم مره واثنين وثلاثه، ولما تحسوا انهم فهموا تصوروهم وتبعتوا لي لو حابين. انا بعمل ايه؟ يعني انا مثلا النهارده نزلت لكم اول حاجه عن معت وعنغ، وبسيب البوست شويه بحيث ان هو يتقري. كل اللي انا هبقى محتاجه منك اللي انت لو في حاجه لسه مش فاهمها في البوست ابعت قول لي الجزء ده انا مش فاهمه،
الجزء دوت انا حاسس ان هو انا بالنسبه لي انا ككبير مش فاهمه. انت هنا بتقول ايه؟ انا حاسس دي ملخبطه شويه، الولد مش هيفهم دي، البنت مش هتستوعب دي. هبدا اقول لك تعمل ايه، وبعد كده في اليوم الثاني او الثالث او الرابع انا انا هبدا انزل لك حدوته. ممكن نقول الحدوته دي ريفرنس. لو انت مش حابب فكره ان هو يطلع يقول مثلا انا النهارده اتعلمت كلمه جديده اسمها ماعت، وماعت دي يعني اللي انا لما بروح المدرسه بقف في الطابور وي اللي احنا قلنا من شويه، فمش حابب يقول كده، فانا بعمل حدوته. حدوته فيها قيمه، حدوته بقى زي الحواديت بتاعت الاطفال الصغيره. في يوم سليم كان في المدرسه بيلعب مع اصحابه ومثلا وما كسبش، هم اللي كسبوا، فاتضايق وزعل وخانق معاهم ومشي وروح البيت وهو زعلان منهم جدا. لما نام حلم بماعد، مش فاهم يعني ايه ماعد دي، قالت له انا كذا كذا وبعمل كذا، وعلمته حاجه كويسه. يروح تاني يوم يعتذر لاصحابه ويبقوا حبايب واخوات وكويسين وبتاع. ده ريفرنس، قصه مثلا بيفهم منها فكره الماعد بطريقته بلغته بدماغه. حاجات شبه كده. او ان العنخ اللي احنا لو اهتمينا بالزرعه تكبر، وان كل يوم بنروح المدرسه بعمل لك حدوته وبحطها لك ريفرنس. الحدوته ما فيهاش صوت، بس هي فيديو موشن، زي فيديو كده صغير انا بعمله بالاي اي. انت بتشوفه كريفرنس، وبكتب لك الحدوته تحتها، وبتفرج الولد او البنت الصغير على الموشن اللي انا عامله دوت. الحدوته اللي انت هتقولها له هتبقى بتتحول قدامه لصور، فهو استوعب وفهم اكتر، ويطلع يحكي الحدوته. بعد ما يحكي الحدوته هتبعتها لي، انا هحول الحدوته بقى الاي اي، هيبقى هو الحكواتي بتاعها، هيبقى هو طالع بشخصيته الحقيقيه بيحكي، وجنبه الاي اي بيمثل اللي هو بيعمله. اطفال هتحب ده جدا، وهتشوفه وهتغير من بعض وهتقلده. دي فكره المبادره بشكل بسيط جدا، انا مش عايز اطول عليكم، وهو دوت اللي انا محتاجه. وهي دي فكره، هو التسجيل مش اللي انت يعني انا لازم اشترك والاماكن محجوزه، مفيش الكلام ده. دي مبادره ذاتيه طالعه مني، مفيش حد ورايا، مفيش حد معايا. عندي حلم نفسي اعمله، اللي انا نفسي ولادنا يتكلموا حضاره مصريه قديمه، من غير ما نقول ان هي حضاره مصريه قديمه، من غير المصطلحات اللي تخوف ديت. خليني اقول لكم ان اي حاجه بتشوفوها على الصفحه، اي حاجه هتشوفوها على الصفحه ده يعني انا متكفل بيها تماما، انا اللي بعملها من جيبي الشخصي. حتى الفيديوز على فكره والتصميمات اللي بتتعمل مفيش حد بيعملها لي، انا اللي بعملها وانا اللي بحركها، انا اللي بحط المزيكا، انا اللي بعمل الرسومات دي كلها. الفكره كلها ان هو باشن زي ما بيقولوا، او شغف عندي، او حلم نفسي يكمل، مش هكمل غير بيكم. كل اللي انا محتاجه منكم انه يبقى في حركه على الصفحه اكتر، مش عشان خاطر الريتش. والفكره كلها ان لما بيبقى في حركه كتير، وبتدخل تعمل شير، وبتدخل تسالني وتستنى اجاوب عليك، وبتردوا عليا، وبتعمل شير لحد تاني بكومنت، وتقول له دور على دوت وشوف دوت واتفرج على دوت. الخوارزميات بتاعه الفيسبوك بتفهم ان ده محتوى مهم، بتفهم ان ده محتوى تعليمي، محتوى هادف، فبتبدا تساعدني ان هي تخليه يفايرل اكتر زي ما بيقولوا بلغه الناس بتاعه اليومين دولت، اللي هو ينتشر، فالفكره تكبر. المبادره هتبقى لمده شهر، هيبقى فيها فيديوز، هيبقى فيها حكايات، هيبقى فيها بوستات كتيره هنزلها، وهيبقى فيها كمان اكتيفيتيز هتتعمل، انشطه هتتعمل كتير، وهيبقى فيها كمان يعني هيبقى فيها حاجات كتيره جدا هنعملها مع بعض، هنعرفها الفتره الجايه، مش محتاجين ان احنا نتكلم على ده دلوقتي. الهدف الاساسي بتاع اللايف بتاع النهارده اللي انا فاهمكم مطلوب منكم ايه بالظبط. مطلوب منكم انكم تذاكروا. انا مسهل عليكم الدنيا تماما، ببسط لكم المعلومه، ولو حتى بعد ما اتبسطت بالشكل دوت وحاولت تشرحها وحسيت فيها مشكله، انا هبقى مبسوط جدا لو رجعت لي. انا فاضي ال 24 ساعه، عندي وقت، انا بكلمك وشغال معاك، وانا شغال شغل العادي، وهجاوبك. وبعد كده انت تعلم ابنك، وابنك يطلع الموضوع كويس. صدقوني الاجازه جايه، وابنك بدل حتى ما هيبقى مشغول في حاجه مش بتفيده، مش هقول بتضره يا عم، مش بتفيده، بالعكس هيبقى مشغول في حاجه بتفيده وبتنفعه، وبيتعلم منها حاجه جديده مربوطه بحياتنا وببيتنا وباخلاقه وكل الكلام دوت. فاتمنى اللي مهتم بالموضوع واللي مصدق الفكره يسبورت معايا، ما يخافش، ما يكسلش. هقولها لكم تاني، احنا ما فيش عندنا اغلى من ولادنا، ووقتنا لو غالي وعندنا ضغوط كتير فكله عشانهم. فانت جزء من الوقت دوت هم 10 دقايق منها يبقى بقى في كواليتي تايم ما بينك وما بين ابنك او بنتك، تقعدوا تحكوا مع بعض، منها يبقى عندك مخزون حكايات وحكاوي كتير جدا، منها صدقني ان انت من غير ما هتقصد
هتوصل لابنك معاني جميله جدا 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 جدا. اقل حاجه فيها انه هيبقى واثق في نفسه ويطلع يقدر يتكلم ويشرح ويتعلم ويبقى متعلم حاجه جديده. الموضوع دوت مهم جدا، حلم بالنسبه لي. اتمنى ان يعني ناس كتيره تشترك في الموضوع، تبعت لي، هبعت لكم حاجات كتيره. هنراجع تاني مع بعض في الدقيقه اللي فاضله. اول يوم بنزل بوست اللي هو بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت، يبقى موجه للاب وللام مش لاولادك. انا بقول لك هتعمل ايه، انا بقول لك الحدوته بطريقتك انت، بفهمها لك. وبعد كده انت بتحكيها له. بعد ما بتحكيها له تتاكد ان هو فهم، بتصوره لو حابب وتبعتها لي. ولو انت عايز تنزل الفيديو وما تبعتوليش وعايز تنزله زي ما هو، كل اللي انا هبقى محتاجه منك ساعتها انك تعمل منشن لنكش تاريخي، لان احنا اساس المبادره، وانا هقدر اساعدك ان انا افايرل الفيديو اكتر، اشتغل عليه اكتر لو انت حابب دوت وينزل. فالموضوع مش هعمله لوحدي ومش هتعمله انت لوحدك. الموضوع فعلا البطل فيه ابنك او بنتك. ابنك او بنتك هم ابطال الحكايه الحقيقيه، حكايه مرتبطه ببلدنا ومرتبطه بالحضاره المصريه القديمه. انا خلصت الفيديو كان مينلي كنت عايز افهمكم فيه احنا هنعمل ايه بالظبط. كنت عايز اطمنكم ان الموضوع مش معقد ومش محتاج تسجيل ومفيش اشتراك. ده في حد بيقول لي ادفع كام عشان اشترك، ومفيش فلوس ومش مطلوب منك اي حاجه خالص غير ان انت تصدق الفكره وتصدق اللي احنا بنعمل دوت عشان خاطر نعلم ولادنا حاجه احسن. اشكركم جدا. انا مضطر اقوم دلوقتي عشان اكمل الشغل التاني، ولو في اي حاجه ممكن تبعتولي سواء انبوكس او سواء على صفحه نكش تاريخي. اقروا وذاكروا البوست اللي انا نزلته النهارده، ويلا نبدا مع بعض. شكرا جدا واشوفكم في لايف قريب جدا. سلام عليكم.